السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة، يعني ب8 جنيه هتعملي حلويات وكمان هتعملي حادق. يعني هتعملي الغدا وكمان هتحلي ب8 جنيه. ايه هي بقى قصة 8 جنيه دي؟ تعالي نشوفها. بس قبل ما نبتدي الفيديو ياريت تشتركوا معايا في القناة وما تنسوش تفعلوا الجرس، وياريت لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك. يلا نشوف بقى احنا عملنا الحلو وعملنا الحادق ازاي. ده طبعا الغدا، وده الحلويات الحلوة اللي احنا عملناها. كل ده بحاجة بسيطة جدا وحاجة سهلة قوي، بس بتطلع النتيجة وحاجة بجد طعمها حلو قوي قوي قوي. وخصوصا بقى الحلويات دي، ايه هي بقى؟ هي عبارة عن كيس من الجلاش. كيس الجلاش ده بنجيبه. بصوا انا عملت كمية ما شاء الله، يعني عملت فطيرتين من الحلويات من غير بقى ما نعجن ولا نعمل اي حاجة خالص. وعملنا ما شاء الله، هوريكم دلوقتي واحنا بنشتغل الفطير الحادق عملناه كام واحدة، وهقول لكم ازاي نخزنه ممكن نشيله عشان ما يبقاش الموضوع صعب عليكي. لو انت عايز تعملي كمية هقول لك ازاي تشيليها. هو وحاجة سهلة جدا، وهتعملي الغدا في 10 دقايق بالظبط هتكوني خلصتي. اول حاجة انا بجيب بقى، هعمل الحلويات الحلو الاول. هجيب ورق جلاش، هبدأ ادهنه كده بالسمنة كويس. يعني ما نتقلش قوي في السمنه، عشان يعني في ناس مش بتحب الحاجه التقيله، يعني عارفين يا دوب بس ايه نمسحها كده مسحه خفيفه عشان يورق معاكي ويبقى طالع حلو قوي. وكمان هقولك ازاي تقفليه عشان يطلع معاكي مورق كويس قوي وحلو كده ويقب معاكي، وهوريكي ازاي دلوقتي على النار. شايفين؟ اول حاجه بقى هنعملها بعد ما دهنا في الحلويات، انا بحط 3 ورقات من ورق الجلاش. في الحادق هقول لكم هنحط كام ورقه دلوقتي. انا بعد ما دهنت كده بالزبده، بين كل ورقه ورقه كده بنحط زبده. واهم حاجه نغطي الجلاش اللي عندي كويس واحنا شغالين بيه. شايفين التقفيله بقى ازاي؟ بصوا هنقفل ازاي. هنجيب طرف كده ونحطه في النص، وكل ما هنعمل اي لفه او اي تانية طبعا هنعمل ايه؟ ندهن نقطه صغيره من السمنه. شايفين بنقفلها ازاي؟ نجيب الجناب كلها كده على بعض في النص لحد ما اتقفلت معانا. وبعد كده بقى هنجيب صينيه على النار ونحطها بقى فيها نقطة صغيرة من السمنة، او نمسحها كده مسحة بسيطة ونسيبها بقى على النار لحد ما تستوي. تعالوا نعمل واحدة تانية عشان اقول لكم نقفلها ازاي، بس عشان نأكد عليكم. ببتدي ادهن كده واحط بقى ال3 رقات بتوعي زي ما انتم شايفين كده. من الحلويات السهلة قوي، يعني اذا هو ده السهل الممتنع فعلا والله، يعني ومش مكلفة خالص. يعني هو كيس جلاش هتعملي كمية حلوة قوي. نبتدي نقلب، وطبعا لو في ورقه مقطوعه اكيد طبعا ورق جلاش لازم يبقى فيه ورقه مقطوعه، يا ريت نخليه بقى في النص عشان تبقى شكلها النهائي يبقى حلوه. يعني اي ورق كده متقطع منك عودي نفسك، حتى لو بتعملي صينيه خليها في النص. نبتدي بقى نقفل كده الجناب دي بالشكل ده اهو. شايفين؟ كل ما هنقفل هنحط طبعا من السمنه كده، ندهن دهنه بسيطه. هنا بقى ابتدى يتحمر معايا، قلبته على الجنبين. بعد ما استوي معانا هطلعه بقى في طبق كده، وهو سخن طبعا نحط التانية الاول. بس وهو سخن بقى نرجع كده نحط بقى كوباية اللبن وهو سخن عشان يتشرب بقى كده. شايفين شربت كوباية اللبن ازاي؟ نبتدي بقى نحط بقى السكر بتاعنا عليها، سكر بودر. حاجة سهلة جدا وطعمها حلو قوي، تجيبها مضمونة 100%. يعني لو مبتعرفيش تعملي حلويات قومي اعمليها هتعجبهم جدا. نبتدي نقطعها بقى قطع كده مربعات زي ما بنشتريها جاهزة من بره. الفطير اللي بنشتريه بالسكر ده هو بيتعمل كده، بس طبعا مش بالجلاش، بيتعمل بالفطير يعني. بس احنا قلنا بقى نسهل عليكي، ولا هتعجني ولا تعملي اي حاجه خالص. كل اللي هتعمليه هتجيبي لفه الجلاش وتقفليها كده. شايفين بقى اللي من جوه عامله ازاي؟ ما شاء الله. يعني بص عايزه اوريكم، شايفين مورقه ازاي وطعمها حلو قوي. نبتدي بقى، عملت كده الفطيرتين بتوعي، احط بس ارش عليهم بقى رشه سكر كده عشان يبقى شكلهم ايه، باين عليهم سكر كده. لان هما بيشربوا السكر، لانها طبعا فيها لبن فبتشرب بقى السكر اللي معانا يعني. حطي بقى كميه السكر اللي انت عايزاها. تعالوا بقى نعمل الحادق. بس قبل ما نعمل الحادق اول حاجه هعملها، عندي اعصج لحمه مفرومه. انا جايبه قطعه صغيره من اللحمه المفرومه، يعني ما عدتش الربع كيلو. يعني عارفين هتعملي الغدا باقل من ربع كيلو من اللحمه المفرومه. عليها بصلايه
يعني دي من الحاجات الموفرة، يعني هتعملي الاكل وهتشبعه ويبقى زي الفل. عليها بصلايه كده ونبتدي نشوحها. واحنا بنشوحها هنحط معلقه من السبع بهارات، معلقه صغيره مش هنكتر، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الملح، او نص معلقه صغيره على حسب الكميه اللي انتي هتحطيها، هتدقي براحتك يعني. بعد كده بقى، بعد هنسيبها تتعصج ونسيبها بقى على جنب شويه. بعد ما اتعصجت سيبناها تبرد بقى. وعندي بقى شويه جبنه موتزاريلا، شويه فلفل الوان، عندك عايز تحطي طماطم، عايز تحطي زيتون شرايح، عايزه تلغي اللحمه المفرومه دي خالص، وعندك صدر فرخه باقي ممكن تعمليها تشوحيه بيها وتحطيها في النص. مش عايز تعملي بفراخ ولحمه اعملي بجبن، بس مش عايزه تعملي بجبن وعايزه تعملي حطي بسطرمه حطي. الحشوات دي كتير جدا جدا جدا. بصي اللي انت اللي موجود عندك في التلاجة طلعيه واشتغلي بيه، هينفع وهيبقى احلى غدا. زي ما قلت لكم بقى، هنجيب بقى هنا في الحادق بقى هنحط ورقتين بس من الجلاش، مش هنكتر عن ورقتين. بعد ما حطينا ورقتين عشان طبعا في حشوه، فعشان يستووا معانا هحط بقى من الجبنه الموتزاريلا تحت، واحط بعد كده اللحمه المعصجه، وبعد كده احط شويه فلفل الوان، وارجع احط تاني جبنه موتزاريلا فوق، لان الجبنه الموتزاريلا هي اللي هتمسك الورق ده معانا. ماشي. نبتدي نقفل زي ما قفلنا الحلويات، هنقفل برضو ده الفطيره الحادقه دي هنقفلها بنفس الطريقه بالظبط. بس مش هنزود قوي من السمنه، لان طبعا احنا معصجين اللحمه بسمنه فهي هتبقى تقيله شويه، فنحاول بقى نقلل من السمنه شويه واحنا بندهن الورقات. بعد كده عندي برضو صينيه بقى نحط فيها، اول ما تسخن كده شويه هنهدي النار، مش هنخلي النار عاليه ولا نخليها واطيه، يعني نخلي النار متوسطه. واول ما نحس ان هي ابتدت تاخد لون نبتدي نقلب. ماشي. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، وبجد طعمها حلو قوي. كده بقى جاهزه ان هي تتقدم. عايزه اقول لكم بقى ان انا عملت 3 هناكلهم، والتلاتة التانيين دول يعني شايفين الكميه دي كلها، عملنا 6 فطارات من الحادق وفطرتين من الحلو، كل ده بكيلو جلاش واحد. التلات فطرات التانيين دول انا حاسبهم زي ما هما كده، بعد بقى محشتهم حاسبهم وحطهم في كيس واحطهم في رف في التلاجة. ومنين ما تبقى عايزه بقى يعني هيقعد معاكي يومين 3، ممكن يقعد 3 ايام بالكتير قوي، يعني ما تحاوليش تزودي. ماشي. في رف التلاجة. وهتطلعي تحطيه على النار، مش هياخد معاكي حاجه. لو انت بتشتغلي الوصفات دي هتنفعك قوي وهتعجبك، لان مش هتاخد معاكي وقت ومجهود. يا رب بقى الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى تعملوا تدعموني كده وتعملوا لي لايك، مش هتخسروا حاجه. وكمان تشتركوا في القناه لو لسه مش اشتركتوش، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل وصفاتي. السلام عليكم.